السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب، وصحة وسعادة يا رب دايما. وحشتوني كتير. ربنا يعلم والله أنا لما بغيب عنكم كده بيبقى الظروف أقوى مني، وببقى عايزة أنزل لكم صراحة فيديوهات وكده، بس أنا إيه بيبقى عندي ظروف وشغل كده، ضغط شغل، ما بقدرش إن أنا إيه أوفر وقت إن أنا أعمل فيديو والكلام ده كله. بصوا يا جماعة، النهاردة هتكلم معاكم في حاجة مهمة جدا بخصوص التسويج. الناس اللي خايفة تربي طيور وخايفة تسمن وخايفة من حكاية التسويج ان هي ايه شغلها ما يطلعش معاها. الكلام ده هقوله لكم، والكلام ده يعني مش هتلاقوه في اي قناة تاني، عشان تستفيدوا من الفيديو وتستفيدوا من القناة. والله العظيم انا ما ببخل عليكم باي حاجة، اي معلومة او اي خبرة انا اخدتها صراحة ايه بحب اطلعها لكم واديها لكم، عشان ايه ربنا يكرمكم كده وان شاء الله تستفيدوا منها، وربنا يفتح لكم كده ايه باب رزق، ويوسع عليكم ويجعله في ميزان حسنات خير ان شاء الله. اولا يا جماعة بخصوص التسويق مش صعب خالص. انا هتكلم معاكم ازاي ان احنا بنسوق لمشروع الطيور بتاعنا بعد ما بنربيه ونسمنه ونطلع دورتنا. احنا بنخاف ان احنا نسوق. يعني انا مثلا دوره زي كده خلاص طلعت، انا يعتبر دي كان فيها ابيض وفيها بط وساسو وبلدي، فيها يعني ايه الشغل بتاعي الابيض طلع، لكن الشغل اللي باجي اللي هو الساسو وبلدي بطلع فيه دلوقتي والبط. ما شاء الله يعني ايه كل اللي بيطلب كده وبطلع له ايه الاوردرات بتاعته، بطلع منها اوردرات. هبتدي معاكم دلوقتي في حكايه التسويق، ويا ريت تركزوا معايا كده عشان ايه تفهموني وتمشوا على الخطوات بالظبط، عشان ايه ان شاء الله ايه ربنا يكرمكم. بصوا يا جماعه، حكايه التسويق ان انا اول حاجه عايزاها ابتدي بمشروع التسويق، لازم يكون عندي جروب واتس. اعمل جروب واتس خاص بيا لمشروع التسويق. تمام. وبعد كده بعمل جروب فيس، يعني بخصص اسم كده يكون مميز بعمل بيه ايه جروب الواتس، وبنفس الاسم بعمل بيه برضو جروب فيس. بعد ما بعمل جروب فيس بعديها بضطر ان انا ايه بقى انزل شغل، اعرض شغلي. الشغل طبعا انا طلعت دورة كويسة ومظبوطة والدنيا تمام، ببتدي اعرض عليها واقول مواصفاتها، اكتب في منشور عندي على صفحتي. بنزل المنشور على صفحتي، وببتدي ان انا بعد ما اقول مواصفات الدورة بتاعتي والشغل اللي طالع انسخ اللينك بتاع جروب الواتس، بحطه برضو في نفس المنشور بس من تحت، واكتب اللي عايز عروضنا كل يوم موجودة، عروض او مثلا شغلنا بيبقى متاح كل يوم على جروب الواتس. ادخل وانضم على اللينك اللي انت نسختيه او اللي انت نسخته من ايه جروب الواتس. تمام لحد كده يبقى احنا ايه خلاص خلصنا كده المنشور، ونسخنا اللينك بتاعنا بتاع جروب الواتس على جروب الفيس، على منشور جروب الفيس. ونبتدي بقى عايزين نعرض شغلنا. هنعرض شغلنا ازاي؟ هنمسك طبعا جروب الفيس، المنشور بتاعنا اللي على جروب الفيس، هنمسك المركز اللي احنا تبعه، اللي هو ايه طبعا. لو انا مش هكتب بقى ايه محافظات، لا في جروبات المحافظات، لا في جروبات اللي هي المركز، نفس المركز اللي انا عايشه فيه او اللي انا عايش فيه. وبعدين بضطر ان انا ايه كده اشارك المنشور بتاعي على جروبات المركز بتاعي اللي انا عايش فيه، لان انا مش هينفع ان انا اعرض على جروبات محافظات تاني، لان انا كده مش هيجي، لان انا شغل كل التسمين مش هيجي لي شغلي. طبعا ناس عايزه تسمين، فراخ بيضه، فراخ بلدي، فراخ ساسو، بط، حمام، ارانب، الكلام ده كله اللي انا شغاله فيه مش هيجي لي ايه شغلي، مش هيجي لي ناس من المحافظات. ليه؟
لان محدش هيجيلي على فراخ بيضة عايز كام فرخة 5 فرخات بتاع، يجيلي من محافظة تاني. لا، الناس هتجيلي من اقرب حتة ليا اللي هي المركز بتاعي، اقرب ناس ليا. بس انشر على الجروبات بتاعة المركز، وبعدين بعد ما بنشر على جروبات المركز هيبتدي بقى الناس هتدخل ايه، تضغط على اللينك اللي انتوا حطيتوه جروب الواتس. بالتالي ان هم هينضموا لجروب الواتس. بعد ما ينضموا لجروب الواتس خلاص هم بيجوا زباينكم، هيضطروا يدخلوا لكم كل شويه وهيقولوا لكم انا عايز ايه عندكم، مثلا عايزين كذا، عايزين كذا، عايزين بط، عايزين ارانب، عايزين فراخ بلدي، عايزين فراخ بيضه. هيبتدي بقى ايه، الناس هتبتدي تطلب، هتلاقوهم بقى يبتدوا ايه يطلبوا شغل. بس وبعد كده هتلاقوا زباينكم خلاص بيجوا مستمرين عندكم. لازم الدورات تشتغل. بس احنا خلاص كده خلصنا دورات وطلعناها كده تمام. لازم بقى في حاجة تاني نركز عليها اللي هي ايه، شغلنا. الدورة بتاعتنا اللي احنا طلعناها دي لازم يا جماعة لازم تكون على أكمل وجه. بمعنى ايه اللي يميزني؟ ان انا مثلا لو فرخ البيضة بره ب75 في المحلات، انا ابيعها ب72 ب73. اكون اقل من المحلات ب2 3 جنيه عشان ابقى مميزة عن شغل بره. وبعدين لازم في حاجة تاني برضو اللي هو ايه، شغلي شغلي لازم يكون مميز. يعني النظافة، التريش بتاعي يكون كويس، شغلي يكون كويس، مكيساه بطريقة كويسة. لو انا عاملة بانيه او حاجات زي كده احطها طبعا في اطباق واغلفها تغليف كويس، والتريش يكون النظافة كويسة بتاعتكم. بس كده انت الزبون مسك في ايديه، مسك فيكم بايديه واسنانه، يعني هيبقى زبونكم يعني بمعنى صح اللي هو ايه مستمر معاكم على طول. كل ما هيحتاج حاجة هيبعت لكم، شوف لنا كذا، عندنا كذا، او عايزين كذا، او الكلام ده كله. خلاص انتوا مش هتلاحقوا على الطلبات، مش هتلاحقوا على الزباين اللي ليه طبعا طلب انه عايز. في ناس بتطلب فراخ بلدي، في ناس بتطلب فراخ سيسو، في ناس بتطلب فراخ بيضة، في ناس بتطلب بط، في ناس بتطلب ارانب. هتلاقوا الشغل بقى انتوا هتضطروا ان انتوا تنزلوا ايه. هي دي فايدة الدورة، ان احنا بنشكلها زي ما بقول لكم على طول. دي الفايدة، ان انتوا هتلاقوا زباينكم من كل زبون عايز من الانواع اللي انتوا بتنزلوها. تمام. بس هي ده التسويق بتاعنا. هتلاقوا الدنيا مشيت معاكم تمام، والله العظيم ما فيها اي صعوبة. يعني انا الدورة بتاعتي بطلعها ها خلاص. فاضل بس ايه شوية دولة. فضيت خلاص مكان التحضين، دخلت الدورة الصغيرة اللي انا جايباها، دخلت اجوهرها لكم دلوقتي هخليكم تشوفوها. خلاص التحضير طبعا ايه فضي. يعتبر كده ان انا ايه هنزل اسبوع كمان كده ان شاء الله الدوره الصغيره تشد حيلها شويه، وانزل دوره تاني برضو في مكان التحضير. ودي ان شاء الله ايه بسله فيها كده. كل اللي بيعوز مثلا 5 6 فرخات 10 فرخات 15 فرخه في اليوم، ببتدي ان انا ايه اطلع شغلي بيطلع. انا صراحه يعني امبارح ايه طلعت سايس وبلدي وكده. هتلاقوا بقى ايه الزبون تصحوا بدري كده وتبتدوا ايه تنزلوا شغلكم، وهتلاقوا الموضوع مشي معاكم. ادخل دلوقتي اوريكم الدورة الصغيرة ماشية معانا ازاي. يا جماعة دي دورتنا كده الصغيرة. الحمد لله النهاردة عمر 10 ايام تقريبا. ما شاء الله الابيض والجميزة والفرز ديوك، وفيها فيومي برابر. يعني ما شاء الله اول ما تشد حيلها كده شوية هنزل دورة تاني في التحضير اسبوع باذن الله كمان كده. يبقى انا بطلع في دي ودي بتدخل، يعني ممكن انزل في الشهر ممكن دورتين او 3 على حسب ما انا شغلي شغال. يعني انا لو خلصت بسرعه الدوره دي بضطر انزل ايه الدوره اللي بعدها على طول. بستمر على كده طول الشهر. آه الشغل طبعا ايه ما بوقفش حالي على وقت معين او استنى كل شهر، لا، لان انا هيجي لي زبون هيقول لي ايه عندك كذا، هيجي في نص الشهر مش هيبقى موجود عندي لو انا بنزل دوره في كل شهر. لا، انا بضطر انزل دورتين في الشهر 3 في الشهر على حسب شغل ما بيطلع. تمام. وبشغل نفسي كده على طول
والدنيا بتمشي معايا تمام. وعندكم رمضان ما شاء الله داخل، الطلبات هتبقى كتيرة. لازم يكون عندي بلدي، لازم يكون عندي بط، لازم يكون عندي أبيض، لازم يكون عندي جميع الأنواع، رومي، لازم يكون عندي جميع الأنواع، لأن رمضان انتوا عارفين ايه بيدخل بالخير والناس كلها بتطلب شغل. بس كده ايه زي ما قلت لكم على موضوع التسويق. يا رب النهارده تكونوا استفدتوا من الفيديو وتعملوا بيه وتمشوا كده خطوة خطوة، وإن شاء الله والله هتدعولي. هتلاقوا الموضوع مشي معاكم سهل وما تخافوش. وبإذن الله كده ايه ربنا هيكرمكم و... ويجعل إن شاء الله الرزق في إيديكم دايما بإذن الله. بس نجتهد كده ونشتغل على نفسنا ونطلع شغل مظبوط ودورة مظبوطة ونطلع شغل نظيف. تمام. اشوفكم كده على خير ان شاء الله. ما تنسوش لو انت اول مرة تدخلوا، ما تنسوش اشتراك القناة، ما تنسوش تعملوا لايك. ولو اي فيديو عايزينه نتكلم عليه على حاجة معينة ابعتولي وانا هرد عليكم. انا ما ببخلش باي معلومة خالص. انا يعني معلوماتي كلها بحب صراحة اديها لكم واطلعها لكم كده ان شاء الله عشان تستفيدوا، وربنا باذن الله يجعل في ميزان حسناتنا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. هتوحشوني كتير. اقول لكم كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.